نورة بنت محمد العسيلية من قبيلة شهران سطرت أروع الأمثلة ومن أنبل المواقف في عصرنا الحالي. كانت تسقي مزرعتها العصر في يوم الجمعة، فدخل عليها جارها ومعه زوجته وأبنائه وسلاحه بيده. حذف سلاحه عندها وقدم ولده وكان في وجه شمو من ناحية راني ذبحت ولدش عبد الله. عيال نورة داخل البيت سمعوا الصياح، يوم طلعوا سمعوا أمهم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زبنت يا ولدي. لفت نورة على عيالها قالت ترى أخوكم عبد الله ذبح هذا الرجال وترى في وجهي. قال أجرنا من أجرت يا أم مناحي. سلموا القاتل للدولة ودفنوا أخوهم وقاموا في واجب العزاء. وفي ثالث يوم العزاء سمعوا أن جيرانهم قفلوا الباب ولا عاد صلوا في المسجد وكانهم يتجهزون للشديد. قاموا عيال نورة اللي هم أخوان المذبوح، راحوا صوبهم يطقون الباب، طلع لهم أخوهم بندر. يقول حذف نفسه على الأرض وقال إن كانكم طلابين ثار فاخذوا الثار مني وفكوا أخوي. قال له والله ما احنا جايين نطلب الثار، احنا جايين نطلب الجوار، واللي حصل لا يرضينا ولا يرضيكم وهذا قضاء الله وقدر، ولكن اللي نطلبه منكم انكم ما تشدون وترى احنا عفينا لوجه الله. انتشرت هذه الحادثة في المملكة واجتمعوا القبائل على أثرها للشكر لهم والثناء عليهم، ورفعوا الرايات البيضاء على منزلهم، والراية البيضاء لها دلالة على نبل الموقف. وقال شاعر في هذا الموقف يقول على اللي بادروا في عفو ما يبغون له مردود، يوم ان المهبل تطلب أرقام خيالية، أنا عندي مشورة ودي إنها توصل على السعود، نسجل فعلكم في بطن تاريخ السعودية. شمال المملكة ترمز بحاتم يوم زاد الجود، وجنوب المملكة ترمز وتعرف بالعسيلية. فعلا إن المصيبة عظيمة، ولكن الموقف والعفو كان أعظم. يسووا مقابلات مع العيال، يقول اللي بيننا وبينهم قصة أكثر من 80 سنة، واللي بيننا وبينهم من الوفاء والعيش والملح والعشرة شيء أكبر من هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن لا يرينا ولا يريكم مكروه.